انه القبيله دي ما بتمثل الحركات المسلحه، ولا الحركات المسلحه دي هي اللي بتمثل قبيله الزغاوه، عشان بجريرتهم او بذنبهم تيجي تستهدف فيه كل ابناء الكيان وكل ابناء. انا تناولت الفيديو اللي طلع به عبد المنعم الربيع امس، واللي قال مشى فيه لتشات، وقال منعوه بالتشات، قال له ما تدخل لانه تشات الدوله بتاع الزغاوه، او نحن الزغاوه ما دايرين انك تدخل. الكلام ده فريه منك، والكلام ده ما صحيح منك، والكلام ده كذب يا عبد المنعم الربيع. وانا يعني بالضبط بجد يعني حقيقه اتصدمت فيك. دوله تشاد اللي انت بتتكلم عنه ده يا عبد المنعم الربيع وقفت، انا بقول لك بصوره وعديل، وقفت مع الدعم السريع وناصرت الدعم السريع. وياسر العطا ده طلع في فيديو التشاد وقال لهم احنا بنجيكم في مؤتمر في مطار امجرس يمينا. لو تشاد دي كانت واقفه مع البلابسه ما كان سمحت وفتحت معابرها والحدود بتاعتها وادخلت الاغاثه للمواطنين اللي في الجنينه وفي نيالا وفي دارفور وفي كافه المناطق. والحدود دي الان فاتحه، ونفس الحدود اللي انت كان جيت بيه في الجنينه جيتك الاولى. ليه لو كداك ما قالوا لك الدوله دي دولتنا احنا ما تخش بيها ولا تعبر بيها ولا تمشي بيها؟ الكلام ده ما صحيح منك. الدوله تشاد دي ما دوله بتاعت زغاوه ولا دوله بتاعت قبيله محدده عشان تجي تتطاول على القبيله وتجي تقول انه والله يا اخي منعوني من دخول تشاد لانه هم قالوا لي انا قالوا لي قالوا دولتهم دي دوله بتاعت زغاوه. ومدير مطار اللي انت اتكلمت عنه اللي قلت اتكلم معاك وقال لك ما تدخل ده، انا ممكن اجيب لك اسمه. مدير المطار ده قرعاني، ومدير جهاز الامن بتاع تشاد قرعاني، ما تشاد ما زغاوي ذات. خليك من ده تقول محمد كاكا ده ذاته ما زغاوي. محمد كاكا ده اي نعم ولد ادريس دبي وابوه زغاوي، لكن امه من مكون القبائل العربيه، ولد حليمه كاكا. فعشان ما تجي يا عبد المنعم تكذب وتجي تتطاول، عندك احقادك، عندك اسقاطاتك النفسيه تجاه القبيله دي، قولها بصوره واضحه وطلع جواك. والزغاوه زي ما ذكرت لك قبل قاعدين جوا بيتك يا عبد المنعم، جوا بيتك. محمد العاقب اسماعيل صافي اللي كان معتمد محلية نيالا مزوج عمتك اللي كانت وزيره للرعايه الاجتماعيه زينب الربيع. عندهم منهم قريب 10 اطفال، 10 اولاد دول كلهم زغاوه قاعدين جوا بيتك. هتستهدف الزغاوه اللي قاعدين جوا بيتك دول يا عبد المنعم، ولا ديلات زغاوه ما زغاوه اولاد عمتك؟ يا بغال لو سمحت، إذنك يا بغال، معلش اتفضل. للمقاطعة يعني. التحية لك يا بغال والتحية لضيوفك. أول حاجة، أي زول يا شباب بيتكلم عن قبيلة ده ما بيمثل الدعم السريع، بيمثل عن نفسه. أنت الليلة يا بقال عبد المنعم الربيع، أخونا ود برلين، أي زول بيتناول قبيلة وهو يمثل الدعم السريع ده هو خاطئ، يعني ما يمثل الدعم السريع. دار تتكلم عن قبيلة، اول حاجه اتجرد من القضيه، او اتجرد من انك انت داعم للدعم السريع، واتكلم بلسان انك انت مواطن. الدعم السريع ده ما سلم يا شباب. اي زول لقي نفسه في الدعم السريع بيجي بيتكلم عن قضايا خاصه به او عنده ازمات اخرى. فالليله هسي مني اركب الناوي ما بيمثل الزغاوه، بيمثل نفسه. حميدتي ما بيمثل الرجالات، بيمثل نفسه. البرهان ما بيمثلنا الشماليه كلها، بيمثل نفسه. فالقبائل ما عندها إشكالية، القبائل ما تدخلوا علينا في القضايا السياسية. فرجاء خاص إن القضايا زي دي يا أستاذ بن بغال ناقشوها في الخاص، ما تناقشوها علينا في العام، وأنتوا ناس أصدقاء وناس أصحاب وناس بيناتكم تفاصيل كثيرة يعني. عبد المنعم الربيع ده يوم من الأيام كان صاحبك وكان صديقك كويس، وكنتوا داعمين قضية واحدة وكنتوا أصحاب، ما إحنا معروفين نشهد على ذلك. فنتمنى إنكم القضايا زي دي، القضايا الحساسة دي تتكلم عن القضايا الغبلية والاجتماعية دي، الناس تتناقشها في الخاص، تتناولها في الخاص، ما تتناولوها في العام. والله يا فأنت اخوي انا زول بتفق معاك فتحية. دقيقه، لو سمحت بس معلش. انا بتفق معاك في الجزئيه اللي انت ذكرته، انه نحن كلنا داعمين لقضيه واحده، ما المفروض احنا نتكلم عن قضيه وكده. انا بقال لما جيت فتحت لي منصه وجيت اتكلمت عن قبيله، انا بقال جيت فتحت منصه ردا على ناس فتحوا منصات وتناولوا فيه القبيله. دي نقطه يجب انك تفهمها اول حاجه. كويس. النقطه الثانيه، نعم عبد المنعم ده كان صديق وكان وده ما بمنع انه الليله انا اجي اتكلم عنه لانه هو تناول قضيه.
وبعدين هو ما تناولوا جوا بيتهم ولا تناولوا في رساله نصيه خاصه او في رساله بتاع دردشه خاصه بينه وبين زول، يتناولوا في العام. طلع في فيديو عام واتكلم في العام واستهدف فيه القبيله ده بس بصوره عامه وبصوره مقززه وبصوره عنصريه جدا. لكل فعل رده فعل. موقف بغال اللي انا قاعد فوق ده موقف بتاعت رده فعل، ما موقف بتاعت اسمه ده، موقف بتاعت طيب رده فعل. طيب يا استاذ ابراهيم بغال، انا فاهم عليك، وانت الليله زول يعني بتمثل في الدعم السريع ده، بتمثل رقم يعني، ما زول سهل يعني. اي زول في الدعم السريع ده بيحترمك. انا شخصيا بحترم مواقفك، وبحترم انك انت ضحيت في القضيه دي، يعني ضحيت وقدمت كل ما تملك يعني، نعم ضحيت بكل شيء. فانت نعم. الليله بتمثل، انت الليله وجودك كويس، وجودك ممكن يعني بتمثل شيء كبير يعني، ما انت ما يزول ترد له كويس يعني. لا انا الليله بشوفك انت في الميدان وفي القضيه دي ممكن اكثر من الناس الميديا اللي بيتكلموا ديل، يعني الناس اللي في اللايفاتيه ديل، يعني انت ممكن قضيت ضحيت في القضيه دي اكثر من الربيع، اكثر من برلين، اكثر من اي زول. فعشان كده انا الليله بحملك انت، بحملك مثلا اللوم انك انت اكبر من الحاجات دي. هسي يا اخوي الليله ما بس. الليله مثلا، الليله هسي في ناس في شوايقه، في ناس جا عليه في الدعم السريع ده 24 معلش ساعه، الناس بيطلعوا بسوق للشوايق وجا عليه باحترامنا لهم يعني، فما صح معلش قطع يعني. على كلامك ده، معلش قطع على كلامك يا اخوي. انا بايدك وبتفق معاك في كلامك ده كله، لكن بقال القاعد قدامك ده انا ما رسول ولا ملاك، بشر زي اي انسان، زيك انت زي الاخرين ما في حاجه افضليه اكثر من الاخر. نعم صحيح، ممكن الزول يصبر وممكن الزول يصبر على الاذى ويصبر على الاستهداف ويصبر ويصبر ويصبر، لكن برضه ما للدرجه. الصبر له حدود، الصبر له حدود. لما التطاول يكون اكثر ويكون زياده اسمه، نعم اللي ذكرتم ديل انا بالنسبه لي ما في زول فيهم عنده عطاء اكثر مني انا، ولا في زول عنده افضليه اكثر مني انا، ولا في زول عنده حاجه قدمها في الدعم السريع اكثر مني انا. لكن لما يجي يطلع والبرلين ده ويجي يتكلم في الميديا يقول لنا شيلوا بقولكم وانتوا اهلكم الزغاوه اللي قاعدين هنا في الدعم السريع ده اطلعوا انتوا، وانتوا الزغاوه اللي قاعدين في الدعم السريع ده المخابرات بتوصلوا الرسائل اللي لكم، انتوا قاعدين هنا مجرمين المخابرات. الكلام ده ما بقول ان الزول تعرف الزول ما عنده اي قيمه، انت نعم تقول ما عنده اي قيمه وهيك، لكن الفيديو بتاعته ده شايلينه متداولين الفنون بيقولوا شوفوا ناسكم ناس الدعم السريع بيقولوا عنكم سميع بقال، شوفوا ناسكم ناس الدعم السريع بيقولوا عنكم، مع انه هذه الحشره او هذا التافه لا يمثل شيء في الدعم السريع ولا عنده، يعني هو شنو ذاته ما معروف ده في الدعم السريع، اسمه ذاته منو ما معروف. يجي يتطاول الدعم السريع يجب انه يضع حد لهؤلاء الحشرات، يضع حد لامثال هؤلاء الناس دي، يخطهم في غالبهم، يديهم خط سياسي محدد، خط اعلامي معين يمشوا فيه، يشتغلوا في خطهم الاعلامي، لكن خطهم لما يندرس ويمشي يسيء القبائل ويمشي هم ما يمسكوا، يا لانهم هم محسوبين على يا الدعم السريع يا استاذ دينا بغال، ما بينا اديني بسوءات فرصه. باي طريقه. دقيقه بس معلش، بسوءاتهم باي طريقه، لانهم هم الان بيمثلوا الدعم السريع، بيتكلموا باسم الدعم السريع. خلي الدعم السريع يقول الناس ما ممثلين، خلي الدعم السريع يطلع يقول الناس ما ممثلين، الناس ما عندي لهم اي حاجه. لكن انت الليله يا عبد المنعم الربيع ليك وزنك وليك مكانتك، وزي ما ذكرت زول لك كنت صديق، كنت اخ، وكنت وخليك من انه انا صديق وانه اخ. يا سيد خليني الوالي، خليك من الزغاوه يا الثاني سيد دقيقه، الوالي، خليك من الزغاوه معلش الثاني وخليك من يا سيد الوالي، احترم الزغاوه قاعدين جوا بيتك، يا سيد الوالي، احترم سيد الزغاوه، الوالي، يا اخونا انت اولاد جيت محمد هسه يعني العاقب الناس اسماعيل تتكلم الفاضل شويه كده، خلينا هنا ناخذ يا احترم سيد الوالي، الزغاوه لا لا، هنا عبد الموجودين ناخذ في بيتك. حقنا يا استاذ. يا سيد الوالي، السلام عليكم. دقيقه لو سمحت يا عصام. لا معلش يا سيد الوالي، اذنك بس، لانه انا والله طالع يعني، بس دخلت الشبكه كده ومارك، وقلت اداخلك كده سريع وماشي. بس تفضل. استاذن يا اخي، استاذن من اسمه منو؟ مساوي، يا تفضل مساوي، يا اذنك عصام، يا، تفضل. اذنك تفضل بس يا لك الله عصام. اديني كده لك الله يا سيد الوالي، اديني برجكتر معلش. طيب يا سيد الوالي، اول حاجه شكرا لاتاحه الفرصه. بس الزمن ضايق كده ومتاخر، لكن ان شاء الله هناخد لنا معاه خشمين ونمشي. طيب اول حاجه يا سيد الوالي، شكرا جزيلا، وشكرا للوطن، وشكرا للدعم السريع، شكرا محمد حدان دقلو، شكرا شهدائنا الابرار، شكرا شرفاء شاوس قوات الدعم السريع في كل المحاور وفي كل الجبهات الاماميه
وبنقول لهم مزيد من الانتصارات ومزيد من التضحيات من أجل تحقيق غاية الوطن الكبير. طيب أول حاجة أنا ما عارف أنت يعني الموقف اللي أنت حاليا اتخذته ده من يا زاوية، الموقف ده من ناحية الدفاع عن المؤسسة أو من ناحية الدفاع عن مشروع مؤسسة قوات الدعم السريع ومشروع تأسيس العريض اللي هو بدافع عن الشعب السوداني، عن قبائله، عن ثقافاته، عن المظالم التاريخية حقته، عن الاضطهاد، عن القهر، عن الكلام ده، ولا انت مثلا بتدافع عن الموضوع ده من زاوية تانية مثلا كأنك زغاوي؟ تمام؟ طيب إذا نحن واختلاف اجتماعي واختلاف إثني وثقافي وحضاري اجتمعنا في لحظة تاريخية تحت لواء الدعم السريع، اتجردنا من الحاجات دي كلها، اتنازلنا من الحاجات دي كلها، يعني انت قبل اليوم عندك تجربة، لا يا سيد الوالي شلتني من البروجيكتور. لا ما شفت كيف الثاني لكن برجع. تمام؟ طيب انت قبل اليوم كنت عندك تجربة مع المؤتمر الوطني، في اللحظة بتاعت تجربتك مع المؤتمر الوطني كان الحركات دي المؤتمر الوطني بحارب فيها. تمام؟ طيب وقفت برضو موقف دافعت عن مشروعك السياسي. طيب الآن أنت مع الدعم السريع دافعت عن الكيان حقك من التسلق القاعدين يقوموا به والحركات بتاعت المشتركة، وقفت الموقف الأخلاقي ده، وده للأمانة يعني أنا بشحت لك بالحاجة دي، لكن الموقف الآن ده أنا ما أعرفه من المؤسسة ولا غيره. طيب طالما جينا ونزلنا تحت اللواء ده، أول حاجة في مجموعة بتاعت ناس، ما هو نحن يعني زمان وقت كنا بنعارض النظام بتاع الكيزان ده، نحن كنا بنعارض منظومة كاملة كويس. 2019 القريبة دي الدعم السريع ده وقف مع الثورة، في اللحظة الدعم السريع بداية 2019 كان واقف مع الثورة، في مجموعة كبار من النشطة ديل، من النشطة الهسي حاليا مع الدعم السريع ده كانوا كيزان. النشطة الهسي حاليا في بيدعموا القضية بتاعت الدعم السريع ده، ويمكن يكون انت واحد منهم، انت كنت كيزان. الدعم السريع ده يعني وقف مع الثورة دي أكثر من النشطة الآن الما فاهمين المرحلة بتاعت الوعي خلت الدعم السريع يجي في الموقف الأخلاقي ده ويدعم الثورة بتاعت الشعب السوداني دي في إنه يحقق غاياته. إذا كان الدعم السريع بفكر بالزاوية الضيقة دي في إنه ديل مكونات وديل إثنيات وديل قبائل وديل غيره، ما كان حسم المشكلة بتاعت النوبة والبني عامر في بور السودان، ما كان حسم المشكله بتاعت البني عامر والمساليك في القضارف، ما كان اتدخل وحسم المشكله بين السلامات والمسيريه في غرب دارفور، ما كان اتدخل وحسم المشكله بين المساليك والعرب في الجنينه. دعم السريع ما عنده علاقه بقبليه، دعم السريع ما عنده علاقه بالمواضيع الناس قاعده تتكلم عنها دي، عشان الناس تكون عارفه. طيب اذا انت ناشط بتدعم القضيه بتاعت قوات الدعم السريع دي وقاعد تعتمد على الادوات بتاعت التحليل بتاعت المشروع الاسلامي العروبي كمان، يا اخوي دي بعيد يا زول. الدعم السريع ما عنده بها شغله، ما عنده بها شغله، عشان ما تجي تدخل لنا المؤسسه دي في صراعات ضيقه. نحن اجتمعنا كلنا كابناء شعب سوداني بندافع عن مجتمعاتنا واعراقنا وثقافاتنا وغيره. طيب في الدوله دي نحن كلنا بنتفق منو الظلم الشعب السوداني؟ منو الانسان؟ انسان شرق السودان، غرب السودان، جنوب السودان، وسط السودان، الظلم والهمش وطلع عين وطلع ميتين ومعروف منو؟ ما بنتفق فيه طوالي، بنجي الكلام ده مكتوب في الكتب، مدرس في الجامعات، في اعرق المكتبات، في اعرق البحوث العلميه، معروف انه في نقبه في شمال السودان اسمه الجلابه، قبائل محدده 1 2 3 4 5 هم انتهكوا الشعب السوداني. دي ما بنختلف فيها يعني، دي حتى لو جاء واحد من ابناء المجتمعات دي داير يدافع عنهم في النهايه خليه يشيل يجردهم لنا من الامتيازات حقتهم التاريخيه والعمليه بتاعت التمكين في الثروه والسلطه في السودان يعني. زغاوة ما سبب مشكله السودان يا اخي، نوبه ما سبب مشكله السودان، رزيقات ما سبب مشكله السودان، بني عامر ما سبب مشكله السودان، هدندوه ما سبب مشكله السودان. سبب مشكله السودان ده معروف، انسان قاعد هنا جلابي كويس قاعد يمارس ادواته والياته دي في انه يفكك ما بين الناس، في انه يهزم الثوره بتاعت الحامش. فنحن بننطلق من مسؤوليتنا في دفاعنا عن مشروع التاسيس العريض
اتبنته في الرياده قوات الدعم السريع بندافع انه بنقول لا جهويه ولا قبليه ولا اثنيه ولا عنصريه داخل المشروع ده. وانت يا سيد الوالي احنا موجودين في الميدان ده، سقنا التجربه دي من المدينه الرياضيه للدندير، لا جبل كردوس، لا ام درمان فلاته. الحوسه الامس محتجين دل، انا وقفت في ام درمان فلاته كده، دفاعات بتاعت الحوسه دي اتصدت لنا. نحن التجربه دي خدناها وعارفين معالاتها وعارفين ويلاتها وعارفين ظروفها وعارفين حاجاتها. فانت ما ممكن الليله يا اخي شفشافه الاعلام في السوشيال ميديا انت تجي تقعد ترد لهم وتجي تقعد تديهم اعتبار. يعني في السوشيال ميديا دي في حاجه اسمها شفشافه، في السوشيال ميديا دي في حاجه اسمها ناس بيكشروا في الاعلام ده، دارين يعملوا فيها ان هم العارفين وهم الناقشين وهم بس كلامهم صح وهم الكلامهم خطا. الموضوع ده ما بمثل الواقع بصله، ما بمثل الحقيقه بصله، ما بمثل سياسه المؤسسه بصله، لانه الغايه ذكر انه نحن لاقينا اوفياء في مشروع قوات الدعم السريع ده هم سبب في انه نحن نتحمل كثير من الاذى. لاقينا اوفياء في المشروع ده هم سبب في انه نحن نصبر ونتقدم الصفوف. لاقينا اوفياء في المشروع ده هم لا زال انه قدر ما نحن نتذكرهم بيزيدونا عزيمه واصرار في انه نحن نكمل مشروع النضال. ابطال مجهولين لا كله لا مله. فنحن بندافع عن المؤسسه، بندافع عن مكوناتنا، بندافع عن حقوقنا الشرعيه، ما عندنا مشكله، لكن ما بنضع اعتبار لاصوات ما عندها قيمه. يا سيد الوالي انت زول لك تاريخك ولك وضعك ولك مكانتك، ليك مكانتك. انا لو انت ناس انا داير اذكرك ليك مكانتك يا اخي، تذكرها ما تنسى. ليك وضعيه وليك مكانه وليك كل الاحترام من اشاوس قوات الدعم السريع. وانت في الدعم السريع ده قبل 15 ابريل، ما جيت الدعم السريع ده قبل 15 ابريل. انت نهايه 2019 اعلنت انضمامك لمؤسسه الدعم السريع دي، وقت قالت كع والناس اللي اكلوا الحلو فزوا انت صبرت وقعدت. لاقيناك في مدرمان، لاقيناك بتقدم مساعدات ومعونات للمواطنين، لاقيناك مساهم في تشغيل الحاجات الخدميه، لاقيناك بتقيس المواطنين وبتنجدهم في كل مصايبهم. دي ما بعرف لك زول، دي ما بعرف لك شفشاف اعلامي يا زول، دي ما بعرف لك زول داير يكشر في السوشيال ميديا، دي ما بعرف لك. لانه دي يعني انا عاده عندي كلمه قاعد بقولها انه ساحل من يتحدث عن الشجاعه وهو بعيدا عن ميدان المعركه. الناس دي ما شافت ميدان المعركه الحقيقي يا زول. ما في زول جاك في مدرمان، ما في زول جاك في راس الشيطان، ما في زول جاك في المرخيات، ما في زول جاك في الخرطوم، ما في زول جاك في الباقير، ما في زول جاك في الجزيره ولا جاك في سنجه ولا جاك في جبل مويه ولا جاك. اتمنى انك ما تلتفت للشائعات دي، واتمنى انك تكون في محل الدفاع عن مشروع تاسيس عن كل حقوق الشعب السوداني ومكونات الشعب السوداني. ناس الزغاوة في الدعم السريع لهم التحيه والتقدير والاحترام. لو في زول ما بعرفهم ونحن بنعرفهم، ولو نحن ما بنعرفهم القائد عارفهم، ولو القائد ما عارفهم التاريخ ذاكرهم وعارفهم. لا كله لا عمل له اوفو. اتمنى انك تكون زيهم، اتمنى انك تكون زي الجنود المجهولين ابناء الزغاوة الان موجودين وقدموا افضل الادوار في التموضع الميداني لقوات الدعم السريع في كثير من المحاور. اتمنى انك تكون واحد منهم، اتمنى انك تكون واحد زيهم، اتمنى انك تكون واحد من او تكون الذهب الصافي، واتمنى انك تكون واحد من الناس الصابرين والصامتين على مستوى الميدان. وسلام يا وطن، تحياتنا لكل الشباب، وان شاء الله نلتقي نحن في رحله بتاعت امسيه بتاعت جمعه. سلام يا شباب. سام مختار يا اخي، يعني قلت كل الحقيقه وما خليت شارده ولا وارده، وكفيت واوفيت. نعم والله التسميه اللي انت سميتهم ده يهود المسمى اللي بيليق بيهم، وده المسمى الحقيقي ليهم، شفشافه الاعلام في التيك توك. ديل مش شفشافه بس، ديل صعاليك شمات ما عندهم قيمه. الواحد فيهم يجي يتطاول ويتكلم وبيتكلم باعتبار انه دعم سريع، ويجي الناس التانيين البلابس والفلول يشيلوا فيديوهاتهم دي ويوزعوها ويشيلوها ويجيبوها ويحطوا فيها صورنا، ويهودا فلان ده قال عنك كده، رمقني انه فلان ده ما بمثل شيء. كونه انا ارد ليهم او عليهم ده ما معناه لانهم عندهم قيمه. الله سبحانه وتعالى خصص سوره كامله في القران الكريم لابي لهب، خصص سوره كامله في القران الكريم لبني اسرائيل، خصص ايات سور لفرعون. فده ما معناه انهم لانهم عندهم قيمه او لانهم عندهم
بنفس الحكايه، ما عندهم اي قيمه. لا في زول فيهم جاء ارض الميدان، لا في زول فيهم جاء ام درمان، لا في زول فيهم جاء الخرطوم، لا في زول فيهم جاء المعارك، لا في زول فيهم جاء ايه جو. عشان كده يا استاذ بغال، دقيقه بس خليني معلش. اكمل. اخيرا هو في اسمنا حايمين في نياله من شوايه لشوايه، ومن قضاء عسيده لقضاء عسيده، اشاوس الاعلام في الميدان، اشاوس الاعلام في الميدان، وخلوا ناس كتار جدا جدا من اللي كانوا موجودين في الميدان اطلعوا ذاته، خلوا القسم سقطوا ذاته، خلوا القسم. امثال عمر الجبريل، في امثال ناس عصام مختار ده اللي هسه بيتكلم معاكم قبل شويه، في امثال عدد كبير جدا جدا من الناس بسبب الناس دي. في ناس جابهم طلعوهم فوق رؤوس الناس، خلاص انهم هم اعلام الدعم السري وهم يسمونه ولا يمثلوا شيء. اسال الان اسالهم كلهم، انت صفتك شنو في الدعم السري؟ صفتك شنو في الدعم السري؟ والجوب بتاعك شنو؟ وظيفتك شنو في الدعم السري؟ ما عندك اي وظيفه، ما عندك اي صفه في الدعم السري، لكن صفتك انك تشكشك في الميديا دي وتقل ادبك وتجي تتطاول على قبائل الناس وتجي تتكلم عن قبائل الناس، تفتكر انه ده خط الدعم السري. ده ما خط الدعم السري والله. والدعم السري اللي اتاسس ده ما تاسس على اساس قبلي، ولا تاسس على اساس جهوي، ولا تاسس على اساس عنصري، ولا تاسس على اساس بتاعت ظلم، ولا تاسس على اساس بتاعت محاربه الاخر. لكن انتوا جيتوا استسلطتوا على الناس، وجيتوا قاعدين تحاربوا الاخر، وجيتوا قاعدين تهمشوا الاخر، قاعدين تغيبوا الاخر عمدا وقصدا الاشاوس دي لما كانوا قاعدين في الميدان، قاعدين في ام درمان هناك، وقاعدين في الخرطوم هناك، وقاعدين في عز المعارك، ما تجوا هناك جايين هنا من الشوايه، من موقف الجنينه لموقف شنو ما بعرف ليك، قصيده فلان عزمكم وفلان عزمكم، خلاص عاملين فيها انكم انتم اعلاميين، وجايين تتطاولوا للناس في الميديا، تتطاولوا على قبائل الناس، تتطاولوا على اسمه ده، وتقلوا ادبكم للناس. انا بعنيك بالواضح. شوف يا عبد المنعم الربيع، والله انا القوه ثابته زي ما قلت، وعلاقتي بك علاقه قويه جدا جدا من زمن طويل جدا جدا، بعرفك من زمن طويل. لما جيت من بريطانيا اول بيت زرتني انا ده زمن ده، كنت داك انت كوز وانا كوز، اتحركنا مشينا شندي سوا. قبل ده كله انا مشيت معاك لتركيا، مشينا تركيا سوا. بعد ذاك انت مشيت اليونان، ومن اليونان طلعت مشيت بريطانيا، وانا من تركيا رجعت السودان، وما كان عندي رغبه ان انا اطلع برا البلد. ده عارفك من زمن طويل جدا، وعلاقتي بك علاقه كويسه جدا جدا. لكن لما المساله تطلع من اطاره وتطلع لاطار بتاع قبيله واستهداف واضح للقبيله، والله ما بنرضى لك تبقى عبد المنعم الربيع، ولا تبقى عبد المنعم الجن الاحمر، ولا تبقى عبد المنعم الزفت. ما بنقبله منك. اتطاولت كثير جدا يا عبد المنعم، انا في جيستات معاك قاعد تتكلم، دايرني اسكت يعني؟ ما بسكت لك والله يا اخوي، ايوه ما بسكت لك. وخطك ده ما خط الدعم السريع، ولا الدعم السريع ده يوم من الايام عنصري، ولا محمد حمدان دقلو ده ضد الزغاوه. محمد حمدان دقلو ده بيحترم الزغاوه، بيشيله فوق راسه، لانه عارف قيمه الزغاوه في الدعم السريع شنو، وعارف قيمه الناس الموجودين في الدعم السريع منه، عارف قيمه بقال، وعارف قيمه عبد الله شغب، وعارف قيمه الشهيد ابو بكر فلنكه، وعارف قيمه عبد الله ايمي، وعارف قيمه الناس دول كلهم. لكن يجي زول سبهلل زيك ده شفشافي بتاعت ميديا زي ما سماك به عصام مختار ده، وانت ومعاك الخشم كبير عامل زي خشم البقره ده اللي اسمه عاجل عاجل عاجل، اللي بيجي بيتكلم بنبح زي الشكش الكلبه اسمه البرلين ولا الجيل الاحمر ده. احترموا نفسكم. الطاير حبيب، وذاك اللي اسمه خال الدعام، ولا خال منو يا خالك الله بالله، اسمك ده المفروض تغيره بعد ده. ما خالنا ولا عندك علاقه بخال. خطابك خطاب عنصري، خطابك خطاب جهوي، خطابك خطاب بتاع تطاول، خطابك خطاب، والدعم السري المفروض يوقفكم في حدكم. يا اذا ما وقفكم في حدكم السكوت معناه رضا. الدعم السري ما راضي عن خطكم ده، ولا راضي عن كلامكم الفارغ ده. ما عندكم خط اعلامي، اطفلوا خشمكم ده، اسكتوا. في اداره كامله اسمها اداره الاعلام، خليت اديكم خط اعلامي، قودوا خط الاعلامي ده امشي بيه. لكن ما تجي تقلوا ادبكم على الناس، وتجي تتطاولوا على الناس، وتجي تقولوا اسم الله وبغال فتح خشم طوالي فلولي ده. ما كلكم كنتوا فلول قبل الاسم عبد المنعم، ما كنت فلولي، انت كنت شنو يعني؟ ما كنت شنو؟ ما كنت ليكود اسرائيلي، ما كنت حركه اسلاميه، وكنت مؤتمر وطني يعني شنو؟ ولا بيقى بس على بقال، لانه بقال اكثر شهره منكم، واكثر اسما، واكثر رواجا، واكثر شنو عشان كده بس دايرين بقال. انت كنت فوز، انت كنت، ما كلكم كنتوا كيزان. شنو يعني بقال كان كوز؟ احترموا نفسكم، احترموا نفسكم.
احترموا نفسكم وما تتطاولوا على قبائل الناس. اي زول عنده قبيله واي زول عنده عرق واي زول عنده اهل واي زول عنده اسمه. احنا ملصنا الجلباب ده كله، شيلنا القبليه دي كلها، جينا وقفنا في صف الدعم السريع. لو الواحد دار يمشي يجيب مع اهله، اقرب لي زول جبريل ابراهيم ده ما في زول اقرب لي منه في الدنيا دي. كنت كان مشيت وقفت معاه يعني، كنت كان مشيت وقفت مع الحركات المسلحه هناك، لكن انا جيت وقفت مع الدعم السريع لانه انا ما قبلي. دكتور جبريل ابراهيم ده زوجته ذهب بقال سراج، ذهب بقال سراج، وانا ابوي عبد الله بقال سراج، في قرابه اكثر من كده؟ لو انا قبلي ولو انا عنصري كنت كان مشيت وقفت معاهم هناك، لكن لما واحد يجي يرد لكم في سفاهاتكم وقله ادبكم وتطاولكم ده، انه بقال ده ما بعرف ليك وبقال ده خط المشتركه ودار يمشي يجيف مع اهله او مشى اسمه، شوفوا هو بقال فلولي بقال قاعد لك في الدعم السريع ده وما طالع منها، وما انت بتقرر لي تقول لي اطلع من الدعم السريع، لانه نكرر لك المره تقول ده ما خط الدعم السريع، ده ما خط محمد حمدان دقلو، ولا خط الخط بتاعت القضيه، لانه القضيه دي انبنت على اسس انه يرفعوا الظلم من الناس، اتبنت على اسس انه يا يشوفوا سيد الوالد كده معلش معك فرصة بس معلش يعني تفضل تفضل يا ولد.